السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر دوجي أم بدر. النهاردة جاية لكم بموضوع حصل بالفعل، أنا شايفاه من وجهة نظري إنه لا يقل أهمية عن إعصار دانيال. إعصار دانيال موت آلاف من البشر، فما بالكم اللي بيموت الأخلاق والضمير. يعني إيه؟ اللي أنا هتكلم عنه هي مهمة لدمار الأخلاق. أنا عندي بنت في سن 21 سنة وليها صديقة صاحبتها متخرجين لسه السنة دي من كلياتها، فليها صديقتها وهي بتتكلم مع بنتي على التليفون قالت لها إنها بتدور على شغل، وأثناء ما هي بتدور على شغل اتكلمت مع شخص على الفيسبوك لانه كان كاتب اعلان في نظير مادي مغري. هو بيعتبر لان بانها بنوته شايفه ان 1100 جنيه او 1200 جنيه ان شايفاها حاجه مغريه، فبالتالي تواصلت مع الشخص ده صاحب الاعلان علشان تتكلم معاه. فعلشان بنتي تصدق فقالت لها صوري لي السكرينات، فصورت لي السكرينات وفعلا انا اخدتهم وهعرضهم على حضراتكم. السكرينات بتاعت المحادثة اللي حصلت بينها وبين الشخص اللي هو صاحب الإعلان. اللي أنا هتكلم عنه هي كارثة أخلاقية بمعنى الكلمة. بناتنا بنعلمهم وبنربيهم ومطلعينهم السما. هتقولوا طب ما هو البنات بتشتغل. أيوة بيشتغلوا وعايزين يشتغلوا والشغل مش عيب، بس مش معنى كده ان احنا نسيبهم لناس عدماء الضمير تلعب بيهم وباخلاقهم وبحياتهم. طيب عشان ما اطلعش بره اطار الموضوع بتاعي، اتكلم معاها مع البنت لا داعي لذكر الاسماء، بيقول لها ان الشغل عبارة عن مساج خليجية، فهو شكله ما بيعرفش يكتب، فقالت له خليجية أنا مصرية. قال لها لا هو مساج خليجي. فقالت له طب وبعدين مش فاهمه. قال لها مساج خليجي الساعة ب1000 وشوية، يعني السكرينات هتظهر قدامكم. فقالت له يعني ايه مش فاهمة برضو. قال لها يعني لو انتي اتشطرتي او اتجدعنتي هيبقى ليكي فلوس اكتر، ممكن توصل ل10,000 جنيه. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني مساج وهو لو انبسط شوية هتاخدي مش عارفة 10,000 او حاجة زي كده. يعني ايه انبسط حضرتك؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة. قال لها يعني علاقة. عارفين فاهمين؟ يعني البنات هتقولوا لي مفيش بنات فاهمة حاجة زي كده. لا في بنات مش فاهمة حاجة، في بنات عاملة زي القطة المغمضة. ومحدش يقول لي ان انتي بتربي عيالك احسن تربيه وانتي عيالك معرفش ايه. لا انا ما بكلمش عن عيالي، انا بكلمكم على كارثه اخلاقيه ممكن تحصل، واي بنت من بنات الدنيا كلها تقع في الموقف ده. اي بنت محتاجه فلوس علشان تشتغل او تجهز نفسها، او اي عيله محتاجه فلوس، ممكن بنتها تقع مع شخص استغفر الله العظيم، يعني انا مش عايزه اقول الفاظ قمامه، شخص زي ده وتقع فيه علشان خاطر عايزه تشتغل. فالنهارده الفيديو بقول لكم خدوا بالكم من عيالكم، ولو في بنت عايزه تشتغل وليها او خلاص ربنا وفقها بمكالمه او اي رساله انها تروح تشتغل في الحته الفلانيه، لازم تاخد حد معاها لحد ما يطمن مكان شغلها وتشتغل وتبقى في مكانها بأمان الله. لازم يكون أبوكي، أخوكي، أمك، أختك، أي حد يكون معاكي، لأن في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن أي حد يعمل أي حاجة ويصطاد بيها البنات زي ما يكون بيصطاد بيها العصافير. دي رسالتي للفيديو ده. خدوا بالكم من بناتكم وخدوا بالكم من عيالكم، لان اللي بيحصل دلوقتي ناس عدماء الضمير، ناس ما تعرفش ربنا، ناس بتدخل تصطاد البنات
على اساس انها تشتغل ومحتاجة فلوس ومحتاجة انها تساعد بيتها ومحتاجة انها تساعد عيالها، محتاجة حاجات كتير جدا، وممكن تصطادهم بالشكل الزبالة ده. لو سمحتم خدوا بالكم من عيالكم، واي خطوة يعملوها لازم تكونوا علمي بيها. والبنات اللي بتسمعني لو سمحتي انتي مش هتكوني يعني ما تقوليش ايه لا اصل يعني دي امور خاصة، لا دي ما فيهاش امور خاصة. انتي لو حصلك حاجة في الشارع وحد عملك اي حاجة هتقولي يا بابا يا ماما الحقوني. فكوني ان انتي تشتغلي او كوني ان انتي تروحي في حتة محدش يعرف عنها اي حاجة دي ما اسمهاش امور خاصة. لازم ابوكي وامك يعرفوا انتي رايحة فين. دلوقتي مفيش امان، مفيش امان للجار، مفيش امان لصاحبتك، مفيش امان لاخوكي نفسه، مفيش امان لابوكي نفسه. فخدوا بالكم من نفسكم، ويا ريت الاهالي تاخد بالها من عيالها.